يا ميت اهلا وسهلا، شرفتوا. تفضلوا. شو شرفتوا وما شرفتوا، ولا هيك بدك تقضي لنا اياها فنجان قهوه وكاسه عصير؟ شو عرفني؟ شو هالاستقبال هذا كثير ناشف. إيه ولو تكرم عينكم، كل شيء جاهز بالمطبخ، بس انتوا اشربوا العصير بالاول. تفضلي. ما بدك مساعدة ام عبيدة؟ يو تسلمي لي، الله يسعدك يا رب. تسلمي. والله خلي وفاء تساعدك شوي باعتبارها اصغر وحده بيناتنا. ها، ومين قال لك اصغر وحده بيناتنا؟ بسلامة نظركم يعني. اذا الشغله على صغر السن لازم كلياتنا نقوم نساعدك، لان كلياتنا صغار. يو عين الله تحرسكم. بس خالي ام سلافة معها حق. منين جبتي لي هاي كلمة خالة؟ أنا خالة أنا، الفرق بيني وبينك سنتين بس فقط لا غير، محرزة تقولي لي خالة، بعدين أنا مبينة أصغر منك. ايه معك حق، لما بمشي انا وياكي بيفتكروكي اختي الصغيرة. هو والله، معناتها أنا لازم نادي لك خالة. صح. تفضلي لكان امي خالته وفاء، ساعدي ام عبيده بالمطبخ. حاضر على عيني، بس حاجة تكبروني مشان الله. تفضلي. مقطيبة هالتبولة يسلموا ايديكي. الله يسلمك. يا سلام، بس منيح اللي ما خليتي وفاء تساعدك. ليش بقى؟ لأنه كانت فرمة البقدونس بلا غسي. فعلا الله يعينه اللي بده ياخذها لوفاء. فعلا. بالفعل، لانه اذا ما مات متسمم رح يموت بالكوليرا. انا اصلا وقت فكر بالزواج ما رح اخذ غير واحد مثلي، مطبل مزمر ومو سائل عن هالدنيا. هيك مبدئي بالحياة، إلك عمر بتعيش، ما لك عمر بأهون سبب بتموت. صحيح وفاء، ما آن الأوان لسه؟ على شو؟ يعني أنت العزبة الوحيدة بيناتنا وأصغر وحدة فينا. ومو كتير الفرق، أبو سنتين ثلاثة بس. والله معها حق ام عبيده، يعني منظرك منوب مو حلو بيناتنا. بالفعل نشاز كثير، ولذلك رح نعطيكي مهله 6 شهور، يا اما بتتجوزي يا اما بنحليلك من الشله. أنا ما رح أتجوز إلا عن حب. أحبك، مين ماسكك؟ ليش المهندس أيمن اللي عندك بالوظيفة شبه ما بينحى؟ قصير كتير وعيونه صغار، مو هذا فتى أحلامي. طيب وشو برامي ابن جيرانكم يعني؟ من شو بيشكي؟ مو قلتي لنا انه طلبك مرتين ثلاثه؟ ليش عم بتنقي يعني وعم ترفضي؟ شاب موظف 3 أراني، يعني بيقبض 3 رواتب، شو بو يعني؟ ما بعرف، ما ارتحت له، حسيته حمار شغل ومو شايف شي بهالدنيا. طيب هذا تركينا منه. اخي ابو عماد شو بو؟ ليش كل مره عم ترفضيه؟ الله يسامحك يا أم يمان، هي آخرتي اتجوز واحد متجوز. طالما راح يسكنك ببيت لحالك، شو المشكله بقى؟ خلاص يا جماعة، اتركوها على راحتها بقى، يعني مو معقولة كل ما اجتمعنا نحن نفتح هالقصة. لك تسلمي لي يا أم عبيدة، شو بتفهمي علي حبيبتي، إن شاء الله دايمة يا رب. ألف صحة. عيني وفاء، قشريها الله يرضى عليكي، ما لحقت غسلهم غير بالمي. أو إذا كان أنا الجراثيم والميكروبات بتخاف مني، بعدين طول عمري باكل التفاح بلا غسيل، هلا بدي غير عادتي. فظيعة أنت، ما بتحبي تغيري شيء بحياتك. صح، هذا هو أنا، كل شي تعلمته وتربيت عليه ما رح أغيره. الشغلة شغلة مبدأ، يعني بالمختصر المفيد ما رح أتجوز إلا عن حب. والفواكه رح أضل آكلها بلا غسيل، والجبنة ما بحبها إلا إذا كانت خضراء وبدون غلي، والكبة النية بعملها بلحم بقر وباكلها هيك على التوكل. ليش؟ لأنه نحن حياة وحدة رح نعيش وما حدا بياخد عمر التاني. تصطفلي، الله يعينك على عقلك. ها